رغم محاولة تسوية الشكل الخارجي لكلية العلوم السياسية وتنظيم الحرم وتزيين أروقته، إلا أن الوضع لا زال مترديا فيما يخص مدرج وأقسام علوم الإعلام. كان هذا حسب ما صرح به طلبة القسم نفسه. ماشي غير اليوم برك، صافي بيان لونطون من تجي حنا ندخلوا لونفي نلقاوهم موسخ، تدخل الموسخ لوجيكمون يا خو ما تقدرش كيفاش تقرا، راك فاهم؟ لي بروف ديجا مام لي بروف ماشي غير لي زيتيديون، لي بروف مدارين يجيو يدخلوا يصيبوا، حنا ندخلوا نورمالمين داك ندخلوا لونفي هكذا نقراو، لي بروف يجيو يدخلوا يصيبوا لونفي موسخ هكذا ما يعاود يخرج. ما نكذبش عليك، حنا شغل في الجزائريين بالاداره بالطلبه، الله غالب حنا العقليه تاعنا هكا، لانه الاداره ما كلفتش هذوك خدامين باش ينقيو ثانيتهم منا، وزادوا عليها لي زيتيديون شغل هما ياكلوا دوكا تدخل تلقى في الارض تلقى غير اسمه، تلقى غير ساشيات تاع الشيبس، تلقى اسمه، تلقى ساشيات تاع الماكله منا هذوما، ثم شغل هما زادوا فيها ثاني. وقع هذا الخلل عند انتقال طلبة علوم الإعلام إلى البناية الجديدة، في حين لازال مدرج العلوم السياسية محل تدريس لطلبة الإعلام، وهذا ما أوضحه رئيس قسم الإعلام. الإشكال المطروح هو أن بعد ما التقسيم الجديد، بعد ما أصبحنا كلية قائمة بذاتنا انفصلنا عن العلوم السياسية، أصبحت كلية علوم الإعلام اتصال لها علاقة بالبناية الجديدة، وحتى الأمين العام ليس له صلاحيات التدخل فيما يتعلق بكل محيط المؤسسة القديمة، لأن هذه أصبحت تابعة لكلية علوم السياسية، فلهذا النظافة هي مسؤولية الأمين العام تابعة كلية العلوم السياسية، لكن مادام حنا ما زلنا نوكيبيو المقر هذا القديم، فاحنا نسبوا في النفايات، ولهذا فالامين العام العلوم السياسيه ليس مطالب بتنظيف المحيط، وفي نفس الوقت الامين العام تاع الاعلام اللي هو مسؤول على البنايه الجديده فقط، فلهذا هو الاشكال المطروح هو اشكال قانوني او اشكال بيروقراطي كما يقال. في نفس الوقت احنا حاولنا ان نتفق مع المسؤول النظافه في البنايه الجديده على ان يجي كل مرتين في الاسبوع، في بدايه الاسبوع وفي نهايه الاسبوع، باش يقوم بتنظيف المحيط، لكن ما كانش تجاوب لحد الان، ونشوفوا راح نحاولوا نكرروا التنسيق مع الامين العام تاعنا والامين العام تاع العلوم السياسيه لايجاد حل لهذه المشكله ان شاء الله. ورغم هذا يبقى الطالب مسؤولا آخر عن هذه الفوضى، كما نرجو من الطلبة محاولة الحفاظ على المكان إلى أن يتم نقلهم إلى البناية الجديدة.